السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاني سؤال بيقول: هو في حد بيشوف الجن وبيسمعه وممكن يا ماما كيمو يتكلم معاه؟ هقولك ايوه في. هتقولي بجد؟ هقولك ايوه في فعلا، بس في حالات معينة هقولكوا عليها دلوقتي. في قصص وحكايات عن كل ما هو مرئي ومعلوم. ناس كتير عايزة تعرف اكتر عن الجن وجوده معانا. اللي لازم تعرفوه ان الجن والعفاريت والشياطين داخله في كل حاجه في حياتنا، في شغلنا، في ولادنا، في عيشتنا، واحنا لا ندرك. رب العباد قال في القرآن الكريم انه هيفضل يغوي فيك يا ابن ادم حتى اليوم المعلوم. لو رجعت القرآن الكريم هتلاقي ربنا بيحذركم كتير من هذا الملعون، لانه بيغوي الانسان للشر ساعات احيانا. واجابة سؤال هل الجن حد بيشوفه؟ نعم، لأن ربنا ذكر إنه يرانا من حيث لا نراه، ولكن إذا رفع التكليف عن الإنسان. يعني إيه رفع التكليف عن الإنسان؟ يعني إن الإنسان يذهب عقله، يعني يبقى مجنون. يعني إيه؟ يعني طالما ذهب عقله في الحكمة هيشوفه وهو متشكل وهيتكلم معاه. النوع الأولاني ده اللي خسر الحكمة في العقل بيشوف الجن متشكل في هيئة أي حاجة، والجن بيكلمه وهو بيشوفه بيتكلم معاه، ذهب عقله فبيظهر له. تاني نوع هم اللي بيجيدوا التعامل مع الجن سواء علوي أو سفلي ببعض العلوم والتسخير للجن. يعني إيه؟ يعني في ناس معينة بتسخر الجن وبتتكلم معاه. ايوه بتتكلم معاه وبتحضره وبتتكلم معاه وبتشوفه، بس بتشوفه متشكل على هيئة قطة، على هيئة ارنب، على هيئة اي حاجة غير انه يكون بني ادم، لان شكل الجن مخيف عموما. مش كل اللي بيتعامل مع الجن كافر او كل اللي بيتعامل مع الجن مؤمن. الروحانيين اللي موجودين او العلمانيين ده موجود في الخير والشر، وده موجود في الخير والشر. يعني في روحانيين موجودين للخير، وفي روحانيين او علمانيين موجودين برضو للشر على حسب. لكن ربنا وهب لبعض الناس حكمة ان هو بيحضر الجن وبيحدثهم بيتكلم معاهم، ودول قلة قليلة جدا يا جماعة. دي موهبة ربنا اداها اللي هو بيحبه او قريب منه. ربنا بيديله موهبة او وهبة ان يشوف الجن او يتكلم معاه، ان ربنا ليه في ذلك حكم عز وجل. بيختار ناس معينة، روحانيين معينين بيكونوا قادرين يشوفوا الجن ويتكلموا معاه. لكن عن سؤال دلوقتي، حد بيشوف الجن او حد هيشوف الجن؟ طب هقول لكم على حاجة، كلنا هنشوف الجن. ايه يا ماما كيمو؟ ايوه كلنا هنشوف الجن عند طلوع الروح يا جماعة من الجسد. ساعتها هيرفع عننا الحجاب، هنشوفهم كلنا، بس واحنا بنموت. واحنا بنموت هيترفع الحجاب عننا وهنشوف الجن، وساعتها هنكون بنموت. وصلت الرسالة؟ وصلت الرسالة. ونسيت اقول لكم ان في بعض الناس الروحانيين مخاوية للجن وبتشوفهم، وبيحصل زواج بين الانس والجن فعلا وبيكلموهم. اخيرا هم موجودين حوالينا في كل مكان وفي كل زمان. شكرا ليكم، ويا رب تكونوا استمتعتم بالحلقة بتاعتنا النهاردة.